اقولك بقى على طريقة فرخة مسلوقة بس في نفس الوقت كأنها مشوية واحلى من مشوية كمان، وتاخدي منها احلى مرقة تعملي بيها احلى ملوخية او لسان عصفور. اول حاجة كده معانا حجم الفرخة المناسب ليكي، وهتتبلها تتبيلة بسيطة جدا، معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات فراخ. ونجيب الفرخة كده نغرزها بالسكينة كويس زي ما انت شايفة كده. مهما كان حجم الفرخة معاكي وعملتها بالطريقة دي هتطلع تحفة قوي، وبجد طرية جدا ومستوية وطعمها حلو قوي. بتقلبي كده البهارات دي مع بعضها، وبتجيبي الفرخة كده بتتبليها كده كلها من تحت الجلد كده ومن فوق ومن تحت ومن كل حتة تدخلي فيها البهارات وتدلكيها كده عشان البهارات كده تدخل في كل حتة في الفرخة. حتى لو انت متأخرة او كده وعايزة تعملي برضو مرقة ويبقى عندك فرخة مشوية، بجد بتبقى تحفة جدا. وتعصري عليها نص ليمونة كده على طول، بتخلي ريحتها وطعمها حلو قوي من كل جهة كده. وهو الحلة بتاعتك الجميلة بقى على النار، وبتحط فيها كده نص معلقة زبدة، وتنزلي بالفرخة كده تاخد صدمة من الجنب دي. ولما تاخد صدمة ولون حلو كده من الجنب دي بتقلبها على الجنب التاني. بجد يا حبايبي الطريقة دي حلوة قوي وسهلة وسريعة، وطعم الفرخة فيها بيبقى حلو قوي وريحتها تجنن. تحط بقى التوابل اللي عندك، ورق لورا وحبهان وقرنفل قرفة خشب، كل التوابل اللي عندك بقى حطها في الوقت دي كده مع الفرخة كده، والبصل وقرن الفلفل دي. بجد بتشم احلى ريحة، والفرخة بتبقى طعمها حلو قوي ولحمتها طرية جدا. وبتكوني مهدية النار، ما تعليش النار خالص، هدي النار كأنك كده بترددي رز عشان الفرخة تستوي كده براحتها، وتكون يعني ما فيش فيها اي حاجة مستوية ولحمتها حلوة قوي. وتقطعي بقى طماطمية كده وتحطيها ونص معلقة فلفل اسمر كده، وخلاص كده الفرخة نزلت الصوص بتاعها كده بتحطيه، جيبي من معلقة كده وتحطي عليها. بجد بتبقى حلوة قوي كده. خلاص الفرخة استوت اهي، بنشيلها كده ونحطها في صينية عشان نحمرها تحت الشواية، وصحية خالص ومفيش فيها دهون ولا زيوت ولا اي حاجة. بتطلعها بالراحة كده وبفرشة كده او حاجة تخدم الصوص اللي نزل ديت وتدهني الفرخة، تشيلها بالراحة كده. ممكن تعمليها لو عندك عزومة او ضيوف او حاجة وتقدميها بحالها كده، بجد بتبقى شكلها حلو قوي. تدهنها كده من الصوص اللي نزل دي، وبتدخلها بقى تحت الشواية تاخد لون، بتطلع لونها جميل وشكلها حلو قوي. وبتزودي بقى المرقة الصوص اللي نزل منها دي وقت الطبيخ دي، بتزوديه مية بتغلي على طول كده، مية بتغلي كده بيكون عندك مرقة جاهزة حلوة جدا. تعملي فيها لسان عصفور او تعملي فيها او خضار او ملوخية اللي انت حباه. وكمان عندنا فرخة مشوية وطعمها جميل ويعني ولحمتها طرية كده ومستوية جدا وحلوة قوي يا حبايبي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. الفرخة بعد ما طلعت من الفرن هي معانا شكلها جميل وتحميرها حلو قوي، وعملنا ملوخية وعندنا خضار ومرقة اهي، وما شاء الله كانت جميلة جدا. يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناة لو وصلت معنا لحد هنا، ونشوفكم يا حبايبي على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.